فيلم البريء مع فيلم جديد من أفلامنا الحلوة وحكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أحمد سبع الليل فلاح فقير ساذج ومش متعلم، مسؤول عن ستيتة أمه وأخوه عبد الصبور المتخلف عقليا، فبيزرع حتة الأرض الصغيرة بتاعته وبيصرف منها على أهله. بيطلب للتجنيد، فبيقوم بلدياته حسين وهدان الشاب الجامعي بتوعيته بأهمية الجيش اللي بيحارب الأعداء. وفي الفرز بيتم تقييم المجندين حسب درجة تعليمهم وذكائهم، فبيحولوا أمثال أحمد لمعسكرات الاعتقال للخدمة بعد تعرضهم لعملية غسيل مخ وإطاعة الأمر مهما كان الأمر ده قاتل. كمان بيتم توعيتهم بين النزيل المعتقل عدو للوطن. العقيد توفيق شركس قائد المعتقل جواه شخصيتين، فهو في بيته بين اهله وديع ولطيف وبيقوم بدور الساهر لاطفال العيله ويلاعبهم. اما في المعتقل فهو سادي بيعذب المعتقلين وبيذلهم وبيحط من شانهم. جميع المعتقلين مثقفين وسجناء رأي وفكر، ورغم كده بيعذبهم ويذلهم. وحصل ان الكاتب رشاد عويس حاول الهرب، فاتصدى له احمد سبع الليل واتصارع معاه، فقال له رشاد انه مش فاهم حاجه، ورغم كده بيخنقه لغايه ما يموت. فكافئوا العقيد شركس بشريطين واجازه 10 ايام استغلوهم في مساعده امه في زراعه الارض. قابل عم وهدان اللي طلب منه توصيل بنته نواره لاخوها حسين في مصر عشان يسننوها للجواز. وصلها احمد سبع الليل لاخوها بامان. كان حسين وهدان من الطلبة السائرين واتضايق جدا بسبب موت الكاتب رشاد عويس، فحرض الطلبة على التظاهر، فتم اعتقاله هو وزملائه وبعتوه للمعتقل للتأديب. وكالعادة استقبلهم توفيق شركس وزبانيته بالكلاب الجعانة والضرب الشديد. ولما أحمد سبع الليل شاف حسين وهدان بين المعتقلين اتوقف عن الضرب ومنع زملاته من ضرب المعتقلين، وقال للعقيد شركس إن حسين مش من أعداء الوطن، ده هو اللي وعاه على حب الوطن. وهنا اعتبروا أحمد سبع الليل مخالف للأوامر ومتمرد، فتم سجنه مع حسين، فاعترف له سبع الليل انه قتل واحد منهم. قام العقيد توفيق شركس باطلاق عدد من الثعابين السامه في زنزانه احمد سبع الليل وحسين وهدان، فالتعبان منهم لدغ حسين فمات في الحال. لكن الضابط فهيم مساعد العقيد شركس حاول يساعد احمد سبع الليل، فاعتبر ان اللي حصل للمعتقل حسين اهمال منه مش عدم اطاعه للاوامر. تمت محاكمته وحبسه 15 يوم مع تخفيض درجته لدرجه نفر، واستمر ورود المعتقلين للمعتقل وكأن مفيش حاجه حصلت. فيلم البريء علامه من علامات نضج السينما المصريه وجديتها، وكمان اكد على عبقريه المخرج عاطف الطيب اللي كان ظاهره لوحده. عاطف الطيب كان متمكن من اختياراته في المواضيع اللي بيقدمها وفي الممثلين وازاي بيحركهم ويطلع كل مواهبهم. فشفنا ازاي قدر يستغل موهبه خطيره زي موهبه احمد زكي في دور العسكري الجاهل مسلوب الاراده اللي بيتم عمل عمليه غسيل مخ له، فبيتدرب على اطاعه الاوامر مهما كانت. لكن في لحظه فارقه وهي مقابلته لابن بلده وصديقه اللي اتربى معاه، فهنا وقف مع نفسه وفكر ده مش عدو للوطن، ده هو اللي علمه الوطنيه. فيلم البريء اتعرض في 15 اغسطس 1986 ومدته 119 دقيقه، وهو فيلم ملون، واحتل المرتبه 28 بين افضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين. فضلت النسخه الاصليه من الفيلم ممنوعة من العرض لمدة 19 سنة قبل ما توافق وزارة الثقافة سنة 2005 على عرضه كامل مع النهاية المحذوفة في المهرجان القومي للسينما بتكريم للفنان الراحل أحمد زكي. لظروف أمنية تم منع النهاية الأصلية للفيلم، واللي فيها بيقوم أحمد سبع الليل بقتل جميع الموجودين في المعسكر قبل ما يموت هو بإيد واحد من زملاته. وبلغت مدة المشهد المحذوف ده في النسخة الأصلية حوالي 6 دقايق. التعابين اللي أطلقت على أحمد سبع الليل وحسين في الزنزانة كانت تعابين سامة حقيقية بناء على طلب أحمد زكي نفسه عشان يكون المشهد واقعي أكتر. تم حذف النهاية الأصلية للفيلم بعد تشكيل لجنة رقابية مكونة من وزير الدفاع محمد عبد الحليم أبو غزالة، ووزير الداخلية أحمد رشدي، ووزير الثقافة أحمد عبد المقصود هيكل. وسبق واتكلمنا عنه في فيديو أفلام ممنوعة من العرض، هتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. قصة الفيلم استوحاها الكاتب وحيد حامد من واقعة حقيقية حصلت له خلال انتفاضة 18 و 19 يناير سنة 1977 اللي سماها السادات انتفاضة الحرامية. أما تلقى ضربة عنيفة من واحد من عساكر الأمن المركزي، فلقى عسكري تاني خلال فض المظاهرات كان بيعرفه من البداية في قرية بني قريش في مركز منيا القمح في الشرقية، وحاول يدافع عنه. الفيلم بطولة أحمد زكي، محمود عبد العزيز، ممدوح عبد العليم، صلاح أبيل، إلهام شاهين، وجميل راتب. قصة وسيناريو وحوار وحيد حامد، وإخراج عاطف الطيب. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.